بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أستعين بالله على ألا أظلم أو أظلم. حبيباتي وأحبائي الكرام، أهلا بكم معايا ولحظة انتباه جديدة. الحقيقة النهاردة أنا عايزة أتكلم على الظواهر الجديدة. طب إيه يا يلدز الظواهر الجديدة اللي شفتيها؟ الحقيقة الظواهر الجديدة، أنا شفت شوارع كبيرة جدا جدا جدا. أخص بالذكر شارع التسعين في التجمع الخامس، وكمية المتسولين الموجودين فيه يعني أكتر، خلاص بقى أكتر من الناس اللي ماشية أصلا. تسول بطريقة غريبة الشكل وأشكال غريبة. أولا أضيف إلى المتسولين المعروفين أو المألوفين لنا بقى بنات صغيرة واقفة تتسول، بقى ناس قاعدة على كراسي بعجل وماسكة يافطة مكتوب عليها معرفش ايه ومرض ايه، يعني شوية الافلام اللي بيعملوها دي وماسكينها. المصيبة الكبيرة انهم مش قاعدين على رصيف ولا قاعدين على حاجة، لا دول في قارعة الطريق، يعني اصلا واقفين قاعدين كده في شارع التسعين في وسط العربيات اللي ماشية. ولو جت عربية خبطت واحد، العربية اللي هتروح في داهية، وهو يكون واحد متسول قاعد بطريقة عشوائية مش همه أي حاجة. بيتهيأله عربية تقف علشانه، هو بيوقف العربية إجبار علشان تديله حاجة. بقت بجد ظاهرة يعني غريبة جدا، مع كمان كمية البنات الصغيرين اللي بقوا بيتسولوا، غير بقى الشباب والرجالة والستات واللي مخبية وشها واللي مش مخبية وشها. درجة أنا بدأت أشك إن في ناس على مستوى كويس ومستوى متوسط وبقوا بيخبوا وشهم وينزلوا يتسولوا. يعني هم شايفين بقى نظرا للحالة الاقتصادية للبلاد إن التسول هو أسهل طريق دلوقتي، فالحقيقة الدنيا مبدورة بالمتسولين. طيب المصيبة فين؟ المصيبة زي ما بقول إن هم قاعدين في شارع زي شارع التسعين، اللي هو أصلا تم استقطاعه علشان المونوريل اللي اتعمل جديد. فأصبح الشارع من الجهتين بقى شارع ضيق جدا، أصبح يعني الشارع اتاكل، فما بقاش فيه كمية، يعني العربيات مش قادرة تمشي بسلاسة. نضيف لكده كمان إن عاملين بقى الناس بتمشي بعربياتها على فكرة بسرعة 10 20، تكدس غير طبيعي، تكدس بقى سيء جدا للغاية. وبعدين لما تيجي الناس تطلع الكباري طبعا الكتيرة اللي معمولة، تيجي تطلع الكوبري، طب ما هو الكوبري لازم يعني يبقى فيه سرعة، لا هو برضو ما فيش سرعة ومعمول برضو على ال60. فأصبح فعلا في إعاقة شديدة جدا للحركة، في إعاقة شديدة جدا للسواقة. طب نشوف يا جماعة كده، لو أنا طالعة من أول شارع التسعين من جهة البنوك كده، وبعد ما أعدي البنوك على طول مباشرة، لو أنا بعد أول ملف نسيته، هو مفيش اللي هو ملف واحد نسيته وعايزة ألف أروح الناحية التانية، عارفين يا جماعة أنا هعمل إيه؟ هنزل هاخد من شارع التسعين كله لغاية ما أوصل مدينة نصر عند المقابر، ومن المقابر ابتدي الف واعمل يوتيرن وارجع تاني على الطريق بتاع طنطاوي. طب هو اتعمل فينا كده ليه؟ هو انا كل ما الحته دي لو فاتت لي الملف ده او انا كنت في حته بعدها فخلاص مش عارفه الف من الملف ده، لازم امشي انزل مدينه نصر اولها عند المقابر علشان ابتدي اعرف الف وارجع تاني؟ ليه كده؟ كل اليوتيرن اتقفل ليه؟ مفيش مخرج ليه نخرج منه بعربياتنا؟ يا جماعة يعني المضطر فعلا ينزل، هو بتبقى مأساة. بلاش النزول بقى، بلاش ننزل بقى خالص. وزي ما قلنا كمان حتى الكباري بتاعت المشاة دي غير مستخدمة بالمرة. وأنا قلت طبعا الأسباب اللي موجودة، السلالم الكتيرة جدا العالية اللي هي حتى الشباب الصغيرين مش متحملينها، فطبعا لا شباب ولا كبار ولا أي حد بيطلع ولا بيعدي كده، وكله بيجري في وسط الشارع ويلا بقى يعني يجرى لنا حاجة أو ما يجرى لناش. كمان الظاهرة السيئة جدا برضو الموجودة جدا ومنتشرة وعمالة تزيد يوم ورا تاني ورا التاني، وبقوا ماشيين بالعنوة. النباشين بتوع القمامة، ونباش القمامة ده يا جماعة هو بيقلب القمامة كلها على الأرض عشان يطلع بالحاجة اللي هو عايزها. لو عايز كرتون يبقى ملوش دعوة بقية القمامة، المهم يوسخ بيها الشارع عادي جدا، ما عندهوش مشكلة.
ناهيكم عن إجرام الميكروباصات. الميكروباصات يا جماعة كل من هب ودب راكبها، يا عالم بقى معاه رخص ولا معهوش رخص، ويا عالم بقى الرخص دي بقت تطلع ازاي. وطبعا انا بهيب بالمرور ان في حاجة غلط عندكم ومن زمان قوي. عايزة اقول ان الميكروباصات ماشية بالغرز، تجري يمين وشمال، واللي زيها دلوقتي بقى الموتوسيكل والتريسيكل اللي بيسوقوا البوابين، ويجروا من هنا لهنا لهنا لهنا، كله ماشي ولا حد عارف آداب مرور ولا حد عارف أي حاجة. مع ضيق الشارع ووجود متسولين، لا، هي بقت مأساة. أنا نفسي مسؤول ينزل يقف كام ساعة في المكان ده ويشوف بنفسه اللي احنا بنقوله صح ولا غلط. ومنين ما تنقلوا الميكروباصات من ناحية يروحوا يعملوا الناحية التانية تجمع من جديد. يعني بقت حاجة بصراحة لا تطاق. تيجي طالع من ناحية البنوك انت خايف انك على فكرة لو خارج ومعاك فلوس انت هتتسرق، ده 1000%. من التريسيكل اللي بيجري، الموتوسيكل اللي بيجري، الميكروباص اللي بيجري، انت هتتسرق هتتسرق. لا بقى شيء يعني بجد صعب قوي. شارع 90 بقى أسوأ من شارع رمسيس. وعايزة أقول ما كانش العشم، والله والله ما كانش العشم، كان أحلى وأنظف شارع. لكن يا جماعة لما ما يكونش فيه رقابة فهو لازم نعمل كده ونعمل أكتر من كده كمان. مفيش رقابة، مفيش مرور، مفيش جزة، مفيش حد مسؤول عن القاهرة الجديدة. خلاص كل الاهتمام العاصمة الإدارية، نبوظ بقى القاهرة الجديدة. يعني بجد الناس تعبت قوي برضو هنا، وما بقاش في نروح فين تاني، وخلاص ما بقاش في إمكانيات لأي حد إن يبتدي يفكر يروح أماكن تانية دلوقتي في ظل الغلا والكوى اللي احنا فيه. كمان يا جماعة في الأتوبيسات الكتيرة جدا، وطبعا في باصات مدارس، في اتوبيسات عاديه واخده نص الشارع. يعني هي لو مشي الاتوبيس هتمشي جنبه عربيه واحده وتبقى مزنوقه كمان. انا عايزه اعرف مين صاحب فكره ان الشارع يضيق بالمنظر ده، ان الشارع اللي كان عريض وكان يعني زي ما بنقول سداح مداح كده ومرتاحين فيه، لما اتعمل المونوريل، هل يا ترى ده هينقذ الدنيا؟ اشك. انا اتكلمت قبل كده، لكن انا ضفت حاجات كتيره وظواهر الجديده اللي انا شفتها، اللي هم الشحاتين دولت المتسولين. بقول فين رقابه البلد، فين الشرطه، فين المرور، فين الحكومه، فين المسؤولين، فين المسؤولين. كلمات مأثورة. 3 هدايا مجانية تقدمها للناس: أذن صاغية لمن تود أن تسمعه، كلمة شكر لمن أعطاك بإخلاص، ابتسامة بسيطة لكل من حولك. طب نقولها كمان مرة، نقولها كمان مرة: 3 هدايا مجانية، مجانية احنا مش هندفع فيها حاجة. 3 هدايا مجانية تقدمها للناس: أذن صاغية لمن تود أن تسمعه، كلمة شكر لمن أعطاك بإخلاص، ابتسامة بسيطة لكل من حولك. أنا بديكم الابتسامة عشان هي دي اللي في إيديا إن أنا أقدر أديها لحضراتكم، وأنا مش هلاقي ناس أعز منكم إن أنا أديهم ابتسامة، وأنتظر منهم الابتسامة المقابلة ليا إن شاء الله. أخيرا وليس بآخر، أستودعكم الله، وإن شاء الله لقاء قريب جدا. وإيه، ولحظة انتباه مع دكتور يلدز. والسلام عليكم ورحمة الله.